مساء الخير يا حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. معاكم قناة حلو حادق مع المسية. والنهارده هنعمل كيكة صيامي او كيكة من غير بيض ولا لبن ولا زبادي ولا زبدة ولا اي حاجة. وهتطلع كيكة هشة وجميلة وفي منتهى الجمال يعني. مش معنى ان هي من غير البيض هتطلع مكتومة ولا حاجة، لا هتطلع جميلة. يلا بس كده نشوف المكونات مع بعض. انا هنا معايا نص كوبايه ميه، طبعا انا هحتاج ميه تاني بس الميه اللي انا هحطها بعد كده هحطها ميه سخنه. وهقلب في الميه دي كيسين نسكافيه آه بودر. تقدري تحطي نص معلقه لو عندك نسكافيه سايب. هحط كمان بس نسكافيه كده علشان خاطر ما يدوب معايا. هحط كمان كوبايه ونص سكر، تقدري تحطي لغايه كوبايتين سكر، مش لازم سكر بودره، بس سكر يكون ناعم الحبيبات يعني كده. وعلى فكره مش هنعملها في يعني لا في خلاط، ينفع تتعمل بخلاط طبعا وبمضرب بالهاند بلندر وكل حاجه، بس هي مش محتاجه. فاحنا هنعملها بالخلاط اليدوي زي ما انتوا شايفين كده. لو ما حطيتوش لايك معايا ونسيت، وزي ما انا نسيت اقول لكم حطوا لايك يلا بسرعه جميل. ويلا نكمل بقيه الكيكه الجميله دي. يبقى انا هنا معايا 3 كوبايات دقيق. انا بشتغل على مقدار 3 كوبايات دقيق يا جماعه. فمقدار السكر كوبايه ونص ده مش كتير، ممكن تخليها كوبايه لغايه كوبايتين، عشان لو انت هتعملي لها صوص شوكولاته خليها كوبايه ونص زي كده. لو مش هتعملي لها صوص الشوكولاته هتخليها ساده يعني كده، حطي لها كوبايتين عشان تبقى معقوله، لانك لو حطيتي كوبايتين هتبقى مسكره قوي على صوص الشوكولاته. هقلب السكر شويه كده مع الميه والنسكافيه. بعد كده هنزل بالزيت. معايا 3/4 كوبايه زيت. وهقلب برضو. انا هحط كل المواد السايله مع بعضها وارجع اقول لكم على الدقيق انا حاطه عليه ايه. وهحط كمان حوالي معلقه فانيليا سايله، او تحطي كيسين فانيليا من اللي هي البودر. وهقلب كده شويه لغايه لما السكر يبتدي يدوب. يبقى هنا عشان ما تتوهوش مني، انا بشتغل على مقدار 3 كوبايات دقيق. معايا كوبايه ونص سكر، معايا 3/4 كوبايه زيت، ومعايا نص كوبايه ميه، وهحتاج ميه تاني بس الميه اللي هزودها بعد كده هتكون ميه سخنه. معايا معلقه فانيليا او تحطي باكوين فانيليا. وتقلبي كده السكر كويس. طبعا هو مش هيدوب كويس يعني مش هيدوب خالص، بس هنحاول ندوبه على قد ما نقدر. هاجي هنا بقى معايا للدقيق، معايا باكو بيكنج باودر كيك شيف كامل، لان انا ما معيش بيض ماده رفع. هنا معايا 3 كوبايات دي زي ما قلنا، عليهم 6 معالق كاكاو خام وعليهم رشه ملح. انا هقلبهم كده هنا. انا نخلاهم. الحاجه الحلوه اللي تعمليها بقى مع الكيكه دي عشان ما فيهاش مواد رافعه بيض يعني ولا حاجه يساعدها، ان انت تدخلي الدقيق مرتين، تضمني ان انت الكيكه بتاعتك تطلع هشه وجميله. اهو كده انا بقلب لغايه لما يمتزجوا حلو خالص مع بعض. وهبتدي ازود حبه حبه. هحط كمان على الدقيق هنا يبقى هنا في 3 كوبايات دقيق، عليهم 6 معالق كاكاو خام وعليهم رشة ملح، وادي باكو بيكنج باودر هحطه كله. ومعايا كمان معلقة خل. كده مش فاضل معايا غير المية السخنة اللي انا دي معلقة خل كبيرة كده. بصوا التفاعل ده هو دوت اللي هيخلي الكيكة ترفع معايا. معايا كمان ربع معلقة كربوناتو اللي هي بتاعت الفلافل بيكربوناتو. هبتدي اقلب بقى كده لغايه لما الخليط ده يمتزج حلو مع بعض. هنا الخليط سميك جدا زي ما احنا شايفين كده اهو. طبعا انا هبتدي ازود بقى. معايا كوبايه ميه سخنه تاني، هزود واحده واحده.
انا هسيب لكم المكونات في صندوق الوصف عشان ما تتوهوش مني يا جماعه. يبقى انا كده معايا كوبايه ونص ميه، ومعايا 3/4 كوبايه زيت، ومعايا كوبايه ونص سكر، ومعايا باكو بيكنج باودر، ومعايا نص معلقه صغيره او ربع معلقه كبيره كربوناتو، ورشه ملح، و6 معالق كاكاو خام غامق. احلى كاكاو تقدر تستعمليه هو الكاكاو الاسباني، ورشه ملح. هقلب كده وهزود ميه واحده واحده. بصوا يا جماعه القوام بتاعها، هي كده مش طريه، لا هي كده حلوه جدا، هتاخد راحتها في الارتفاع وهتبقى حلوه. انا هسيب لكم المقادير كلها في صندوق الوصف. يبقى التكات اللي احنا عملناها هنا في الكيكه دي، ان احنا هنحط احنا حطينا نص كوبايه ميه ساقعه في الاول عشان نقلب السكر مع الزيت والسكر يبتدي يدوب، والميه اللي زودناها بعد كده كانت سخنه بتغلي. خدت كوبايه ونص ميه، يعني انا كده خدت كوبايتين ميه. تعايري بنفس الكوبايه اللي بتعايري بيها. دقيق تنخليه مرتين عشان ما فيش مادة رفع معانا قوية زي البيض. احنا كل اعتمادنا على البيكنج باودر والبيكنج صودا اللي احنا حاطينها، وهي هتطلع جميلة زي ما قلنا. بس انا بقولك التكات اللي فيها اهو كده. القوام بتاعها جميل في منتهى الجمال كده، مش طري ولا حاجة. زي ما قلنا انا هجيب صينية واحطها فيها، بعد كده نشوف هنعمل ايه. انا جبت صينية اهي، وحطيت فيها رشة زيت، مسحة زيت يعني، ورشة كاكاو، وهصب الخليط اهو قدامكم اهو عشان اوريكم بس القوام بتاعه اهو. هنزل الخليط ده بقى حلو كده من الطبق ده او من الصحن ده، وهدخلها الفرن على درجة حرارة 180 في الرف اللي في الوسط. بعد كده نرجع نشوف هنعمل فيها ايه الكيكة الجميلة دي. انا بس حبيت اوريكم ان انا هديها خبطة كده علشان لو فيها فقاعات هواء ولا حاجة تطلع منها. هروح بقى ادخلها الفرن على طول. هي فقاعات الهواء الزياده بتطلع عشان ما تطلعش فيها خرام، واحطها بقى في الفرن ونرجع بعد كده نشوف هنعمل لها ايه. اهو يا حبايبي الكيكه طلعت، وانا سبتها لما بردت عشان ابتدي اعمل لها الصوص اللي هنحطه عليها. هي بصوا طريه عامله زي السفنج اهي، ولا تقولي عليها ما فيهاش بيض ولا اي حاجه، جميله جدا. وهنقطعها سوا دلوقتي مع بعض، بس يلا نعمل لها الصوص بتاعها. انا هنا معايا حوالي كوبايه صوص الشوكولاته، حوالي كوبايه سكر بودره انا لسه طحنته، ما طحنتوش قوي يعني، هو ما كانش عندي كان خلص، ف يعني طحنته في الخلاط دلوقتي. واحط عليه حوالي 5 معالق ميه كده. هحط عليه كمان حوالي 4 معالق كاكاو، يعني هو خلص. بصوا الكاكاو دوت كاكاو اسباني يا جماعه، انا بجيبه سايب كده من عند مستلزمات الحلواني. صراحه الكاكاو جميل زي ما قلت لكم قبل كده. لو بتتعاملوا مع واحد وبتستريحوا له خلاص خليكوا ايه معاه على طول. انا دلوقتي حطيت حوالي معلقه، هحط كمان حوالي 3 معالق تاني، وهروح اضربهم في الخلاط مع بعض، وهحط عليهم حوالي ربع كوبايه زيت. هحط ربع كوبايه زيت. الكاكاو دوت فاتح عن الكاكاو التاني، انا كنت جايباه اعمل بيه شوكولاته قبل الدهن، بس بما ان التاني خلص فانا استعملته، هو خام برضو. فهاخده بقى على الخلاط، وهحط حوالي ربع كوبايه زيت معايا اهو. الزيت انا حضرته. هفتح الخلاط، بصوا الخلاط بتاعي فيه الغطا اللي من فوق ده، فانا هفتح الغطا وهنزل بسرسوب رفيع في ربع كوبايه زيت ده، وهلاقي معايا اتعمل معايا صوص شوكولاته، وارجع اوريهولكم اهو يا حبايبي. صوص الشوكولاته اهو، بصوا هو كان الاول خفيف، بس اول ما حطيت له الزيت بالتدريج بدا يتقل معايا اهو، بقى صوص شوكولاته جميله، ولا حطيت فيه نشا ولا حطيت فيه حاجه زي اللي عملته معاكم قبل كده. انا هنا كمان جبت كوبايه كريم شانتيه، معاها كوبايه ميه، نص كوبايه سكر بودره، وهضربهم. كريم شانتيه غير محلى، فانا حليته زي ما انا عاوزه، تقدري تحطي كميه السكر اللي انت عاوزاها. وكمان حطيت ميه ساقعه متلجه. هضربهم وارجع لكم. يا حبايبي انا ضربت الكريم شانتيه لغايه لما اداني البوز دوت، بيقولوا عليه بوز العصفوره، يعني القوام بتاعه مسك. فانا بقى حطيت له معلقه شوكولاته من اللي احنا عملناها دي، وهنزله كده على الكيكه
حطي اي حاجه تسويه براحتك بقى يعني، مالكيش طولة بال، حطيه كده وخلاص، هو هيبقى حلو. عايزه تسويه سويه كده. ممكن تقسميها بالنص لو انت عاوزه تقسميها بالنص. خلاص هي كده خلصت. هحط بقى عليها صوص الشوكولاته من فوق وخلاص. حاجه خفيفه سهله، ما خدتش مننا وقت ولا كلفتنا اي حاجه، عملناها حلينا بقنا. ممكن تحطيها في التلاجة تسقع شويه عشان يبقى طعمها حلو، بس خلي بالك ما تحطيش الكريم شانتيه غير لما تكون بارده خالص، لا الكريم شانتيه يستح مننا. اهو اوزع بقى كده حلو وخلاص. اه يا حبايبي، انا صبيت عليها صوص الشوكولاته، عملتها ماربل، يعني دواير دواير كده بالمعلقه، خليت الشوكولاته دخلت على الابيض، لقيت شكلها كده احلى. طبعا هي يعني حاجه بسيطه، ومش مش تزيين تورته ومش تزيين جامد يعني، دي حاجه بسيطه. انا يا دوبك صبيت الاتنين على بعض وعملت الدواير دي، فطلعت معايا بالشكل الجميل ده. حاجه بسيطه وسهله، يا رب تجربوها وتعجبكم. متنسوش يا حبايبي، كانت معاكم قناه حلو حادق مع المسيه. متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه، وتدوسوا على جرس الاشعارات عشان يوصلكم كل جديد مننا. يا رب تجربوها وتعجبكم. الى اللقاء في فيديو جاي ان شاء الله.